كل ما اشتكي من مشكلة في بشرتي أو شعري يقولوا لي ده عشان نفسيتك. أنا مش مقتنعة بصراحة إنه نفسيتي ممكن تبوظ شعري وبشرتي بالشكل ده. هو الحقيقه ان فعلا الحاله النفسيه ليها دور في التاثير على البشره والشعر. يعني فعلا انا لو مريت بستريس جامد او حاجه ضايقتني قوي ممكن بعديها ادخل في حاجه اسمها تساقط تفاعلي او تيلوجين افلوفيوم، اللي هو نوع من التساقط ناتج عن الصدمه العصبيه او الحاله اللي انا عشتها دي. بس ده ميزته ان هو بيرجع تاني خالص، انا ممكن اتعافى منه لو انا خلاص ما بقتش الضغوط دي موجوده. وبرده هنا لازم نبقى بنستثني وجود اي سبب عضوي يكون هو اصلا مصاحب للحاله دي او عامل معايا التساقط. كمان الحاله النفسيه بتاثر على البشره، ده اكيد بتزود الحبوب اشهر حاجه. فالحقيقه ان احنا ما نقدرش نقول ان ده كلام مش مظبوط، لا هو الاستريس ليه دور، بس الفكره ان انا ممكن جدا اساعد نفسي بعلاج وما اسيبش نفسي كده لمجرد ان انا عارفه ان ده سبب وضغط يبقى خلاص مش هتعالج. لا، كل حاجه بيبقى ليها، يعني مثلا الشعر بنقدر نحط حاجات محفزه للبصيلات، علاجات متخصصه، حاجات او انواع معينه من العلاج مخصوصه لحالات التساقط التفاعلي. برضو الحبوب طبعا بيبقى ليها كريمات، علاجات موضعيه، روتين معين بمشي عليه عشان نقللها بالذات في الفترات اللي انا بتعرض فيها لضغوط بالطريقه دي.